بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبايبي أولى إعدادي. النهاردة بإذن الله مكملين في المنهج الجديد ومعانا الدرس الرابع، الوحدة الأولى الدرس الرابع. الدرس اسمه العمليات على الأعداد الصحيحة. احنا عرفنا في الأول يعني إيه الأعداد الصحيحة، وإن الأعداد الصحيحة اللي هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر. يعني الأعداد الصحيحة يا مستر مكونة من 3 أجزاء. طيب طبعا العمليات معناها جمع، معناها طرح، معناها ضرب، معناها قسمة. طيب أول حاجة معايا عملية جمع الأعداد الصحيحة. في عندي نوعين من الاستراتيجيات في الدرس ده. أول حاجة خط الأعداد، تاني حاجة القيمة المطلقة. طيب أول حاجة ما أقول لك استخدام استراتيجية خط الأعداد. ادانا مثال يا مستر. أول حاجة ما أقول لك -2 زائد -4. أنا بستخدم خط الأعداد. خط الأعداد البداية بتاعتي بتبقى الصفر، تمام؟ يبقى أول حاجة من الصفر بروح لل-2. خلاص؟ باجي عند الصفر، طبعا الصفر أنا عارف اللي على اليمين موجب واللي على الشمال سالب. يبقى أنا هروح من الصفر همشي لحد ال-2، أدي أول خطوة. خلاص؟ يعني بمشي خطوتين. اللي بعده قال لي زائد بس -4. طالما هنا بنقص يعني بمشي على الشمال. همشي كام خطوة؟ 4 خطوات. ادي 1 2 3 4. يبقى الإجابة -6 أو -6. يبقى تاني من الصفر لحد -2 خطوتين، ومن -2 همشي 4 خطوات على الشمال. يبقى الإجابة -6. طيب يا مستر افرض انا عايز رقم موجب ورقم سالب. هقول لك ركز معايا في السؤال ده. -2 زائد 5. يبقى اول حاجه هروح من الصفر لل-2 اهو خطوتين ناحيه الشمال. من الصفر رحت ل-2. طيب بعد كده قال لي زائد 5، يعني انا هزود 5 خطوات من النقطه اللي انا وقفت عندها على اليمين. يبقى اقف عند -2. ادي 1 2 3 4 5. يبقى الإجابة هتكون 3. ده لو هستخدم خط الأعداد. طيب افرض يا مستر جالي أرقام من غير خط الأعداد. هركز معايا. أول حاجة عندي لو عددين موجبين 13 زائد 7 دي مش جديدة، لا أنا عارف 13 زائد 7 بكام؟ ب20. طب إيه بقى الطريقة؟ إن العددان لو موجبان يبقى مجموع له نفس الإشارة الموجبة. خلاص الاتنين موجبين يبقى هجمعهم والإشارة موجبة. يبقى 13 زائد 7 بتساوي 20. طيب لو يا مستر العددين سالبين -13 -7، هقول لك هي بس الإشارة سالب. تاني لو بجمع عددين سالبين بجمعهم بس بالسالب. يعني ايه يا مستر؟ اما اقول لك -13 زائد -7، الله العددين سالبين. هتقول لي انا بجمع. انا بجمع بس العددين سالبين. طيب تبقى انا بعمل ايه؟ يبقى قال لك لو العددان سالبان يبقى المجموع له نفس الإشارة السالبة ونجمع القيمة المطلقة. يعني ايه؟ يعني انزل السالب والقيمة المطلقة، يعني اجمع اللي جوه من غير الإشارة. 13 زائد 7 ب20. يبقى الإجابة -20. يبقى لو الاتنين موجبين اجمع والإشارة موجبة، الاتنين سالبين اجمع والإشارة سالبة. طيب يا مستر لو واحد موجب وواحد سالب. بص يا بطل، لو واحد موجب وواحد سالب هطرح بشرط الكبير. تاني كده يا مستر هعمل ايه؟ هو مين الأكبر كقيمة مطلقة؟ طبعا السالب 13 القيمة مطلقة ب13 والسبعة القيمة مطلقة ب7. يعني مين أكبر؟ يعني 13 أكبر. يبقى قال لك لو العددان مختلفان في الإشارة إذا إشارة المجموع سالبة. الإشارة بالسالب. ليه؟ لأن الكبير أو القيمة المطلقة للرقم الكبير بالسالب. يعني الرقم الكبير إيه؟ 13. إشارة الكبير سالبة. يبقى أنا هطرح 13 -7 بكام؟ ب6. طب الإجابة هتبقى 6؟ لا هقول لك بص لإشارة الكبير إشارته سالب يبقى -6. طب لو جاي يا مستر نفس السؤال والكبير موجب، هقول لك لو العددان مختلفا في الإشارة هلاقي إن القيمة المطلقة لل13 أكبر من القيمة المطلقة. معلش يا مستر يعني إيه قيمة مطلقة؟ قيمة مطلقة دي معناها بشفط السالب كأن السالب ده مش موجود.
لما احط القيمه المطلقه الناقص 13 يطلع من جوه ب 13. لو جوه 7 يبقى لو موجب يبقى يعني لو موجب زي ما هو موجب، لكن لو سالب بتطلع من جوه بموجب. فالقيمه المطلقه لل 13 اكبر من القيمه المطلقه للسبعه، لان ده يبقى 13 وده يبقى 7. طيب يبقى اطرح 13 ناقص 7 بكام؟ ب 6. طيب اشاره الكبير ايه؟ الكبير اشارته موجب، يبقى الاجابه هنا هتكون موجب. يبقى هقول تاني عشان ما لخبطكش، لو الاتنين موجبين اجمع والاشاره موجبه، لو الاتنين سالبين اجمع والاشاره سالبه، لو واحد موجب وواحد سالب حط تحت الكلمه دي اطرح بشرط الكبير. تاني اطرح بشرط الكبير، يعني انا هقول 13 ناقص 7 ب 6، الكبير سالب الاجابه سالب 6، الكبير موجب الاجابه موجب 6. تمام يا ابطال؟ طيب عرفنا نجمع، لازم بعد كده نعرف خواص عمليه الجمع. طبعا الخواص دي اخدناها وكل سنه بناخدها، هي ما بتتغيرش. اول حاجه لو عندي 3 اعداد A وB وC بتبقى مغلقه. يعني ايه كلمه مغلقه؟ يعني مجموع اي عددين صحيحين هو عدد صحيح. جرب اي عددين صحيحين سواء موجب او سالب او واحد موجب واحد سالب لازم يطلع عدد صحيح. خلاص؟ يبقى A زائد B ينتمي للزد، يعني عدد صحيح. تاني حاجة إبدالية، باينة من اسمها إبدالية، يعني ببدل A زائد B بتساوي B زائد A. 5 زائد 6 هي 6 زائد 5، سالب 4 زائد 3 هي 3 ناقص 4، وهكذا. خلاص؟ يبقى الإبدالية ببدل A زائد B بتساوي B زائد A. طيب تالت حاجة دامجة. دامجة دي بتبقى فيها 3 أعداد A زائد B زائد C و A زائد B زائد C. هلاحظ إن الترتيب واحد. إيه اللي بيفرق يا مستر؟ اللي بيفرق الأقواس. هشيل الأقواس من على الأول والتاني أحطها على التاني والتالت. لأن خلاص يبقى A زائد B زائد C. يعني مثلا مثال قلت لك 1 زائد 2 زائد 3 يبقى بكام؟ ب 6. طب الناحية التانية 1 زائد 2 زائد 3، بس اللي على اليمين 3 زائد 3 واللي على الشمال 1 زائد 5. كده هيطلع ب 6. تمام؟ يبقى الفرق في الايه؟ في الاقواس، دي اسمها دامجه. طيب وجود محايد جمعي. محايد الجمعي يعني ايه كلمه محايد جمعي؟ يعني لما باجي اجمع كانه مش موجود، كانه هوا. 5 زائد كام ب5؟ زائد 0. يعني المحايد الجمعي يا مستر بصفر. هقول لك برافو عليك. يبقى A زائد 0 بيساوي 0 زائد A بيساوي A. يبقى المحايد الجمعي هو الصفر. طيب وجود معكوس جمعي يعني ايه؟ يعني اي رقم زائد المعكوس الجمعي بتاعه بيساوي 0. 5 ناقص 5 بصفر، سالب 4 زائد 4 بصفر، 8 ناقص 8 بصفر. اي عدد ومعكوسه الجمعي. يعني ايه كلمة معكوسه الجمعي؟ يعني اعكس الاشارة بيساوي 0، يبقى ده اسمه معكوس جمعي. تمام يا بطل؟ يبقى انا كده عرفت ازاي اجمع. تاني حاجه عرفت الخواص. طب يا مستر نخش على اللي بعده، الطرح. عمليه طرح بي من ايه هي نفسها عمليه الجمع مع المعكوس الجمعي للعدد بي. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما اقول لك A ناقص B هي اما اقول لك A زائد سالب B. تاني يعني اما اجمع عدد مع معكوس الجمعي للبي هي الطرح. تمام؟ يعني نفس الاسلوب هنحل بيه. اوجد ناتج كل مما ياتي. 3 ناقص 4 معناها 3 زائد واخش جوه القوس بناقص 4. اول حاجه بروح من الصفر، انا عايز 3 يبقى امشي 3 خطوات، 1 2 3. الخطوه الثانيه سالب 4 يعني 4 خطوات على الشمال، ادي 1 2 3 4. الاجابه بكام؟ بسالب 1. طيب اما اجي اقولها سالب 4 سالب 6. طب سالب معناها ايه؟ برافو عليك يا شطار، معناها موجب. سالب معناها ايه؟ معناها موجب. يعني اول حاجه هروح من الصفر للسالب 4، ادي 1 2 3 4. خلاص؟ ما الصفر هو البدايه. بعد كده هزود 6، يعني 6 خطوات ناحيه اليمين، 1 2 3 4 5 6. يبقى الاجابه هتبقى 2. طب يا مستر لو الطريقه الثانيه بقى عايز اطرح، هقول لك دي لو قلناها اللي هي ايه؟ لو واحد موجب واحد سالب بطرح باشاره الكبير. 3 ناقص 4 اطرح
واحد موجب واحد، 4 ناقص 3 بكام؟ بواحد. الكبير ايه؟ سالب، يبقى سالب واحد. طب هنا سالب 4 سالب سالب، قلنا سالب سالب معناها موجب. مختلفين يا مستر، اطرح 6 ناقص 4 2. الكبير اشارته ايه؟ موجب. يبقى دي كأنها الملاحظة الثالثة والرابعة في الجزء بتاع ايه؟ الجمع. طيب تالت حاجة عملية ضرب الأعداد الصحيحة، برضو خط الأعداد. لما أجي أقول لك 3 في سالب 3، دي معناها كلمة الضرب أصلا معناها تكرار الجمع. كلمة ضرب أما أقول لك 3 في سالب 3 معناها إن أنا بكرر جمع سالب 3 3 مرات. فعشان أعملها على خط الأعداد هبدأ من الصفر واتحرك 3 ناحية الشمال، ادي مرة، ادي التانية، ادي التالتة، يعني سالب 3 3 مرات، يبقى الإجابة بسالب 9. تمام يا بطل؟ 3 ضرب أو في سالب 3 هتبقى بسالب 9. خلاص؟ موجب في سالب بسالب. طيب تمام يا بطل؟ طيب اللي بعده خواص الضرب، نفس اللي قلناه في الجمع هنقوله في الضرب. ايه؟ طيب اول حاجه مغلقه، حاصل ضرب اي عددين صحيحين هو عدد صحيح. اي عددين صحيحين لما اضربهم في بعض لازم يبقى صحيح. تاني حاجه ابداليه، A في B بيساوي B في A. 2 في 3 هي 3 في 2. سالب 1 في سالب 2 هي سالب 2 في سالب 1. تالت حاجه دامجه، بدل ما كانت زائد بقت في A في B في C بيساوي A في B في C، مع فارق الأقواس من الأول والتاني هتبقى التاني والتالت. طيب احنا كنا بنقول في الجمع محايد جمعي، الوقت هنقول محايد ضربي. يعني ايه محايد ضربي؟ ايه الرقم 5 في كام بيساوي 5؟ المحايد الضربي هنا 1، يبقى الواحد كأنه شفاف مش موجود. سالب 1 في 3 سوري 3 في 1 ب3، سالب 3 في 1 بسالب 3، يعني المحايد الضربي ب1. A في 1 بيساوي 1 في A بيساوي A. تمام يا بطل؟ طيب خاصية دي بقى حتة زيادة، توزيع الضرب على الجمع والطرح، دي مهمة. لما اجي اقول لك يعني ايه توزيع الضرب؟ يعني انا بضرب وجوه القوس جمع، او بضرب وجوه القوس طرح، يبقى هنا بوزع على الجمع وهنا بوزع على الطرح. طب دي بعملها ازاي؟ الاول في الاول زائد الاول في التاني، A في B زائد A في C. طيب هنا الاول في الاول ناقص الاول في التاني، يبقى A في B ناقص A في C. يبقى انا بوزع الجمع او بوزع الضرب. طيب نيجي اخر حاجه في العمليات القسمه، اوجد خارج القسمه. لما اقول لك 25 على سالب 5، نفس الحوار، لو الاشارتين شبه بعض بتبقى الاجابه موجبه. يعني يا مستر موجب على موجب بموجب، موجب على موجب موجب على موجب بيساوي موجب، سالب على سالب برضه بيساوي موجب. يعني لو الاشارتين موجبين الاجابه موجبه، الاشارتين سالبين الاجابه سالبه. لكن لو واحد موجب على واحد سالب يبقى الاجابه سالب، والعكس، واحد سالب على واحد موجب يبقى الاجابه برضه سالب. يعني من الاخر لو الاتنين شبه بعض في الإشارة يبقى الإجابة موجبة، مختلفين يبقى الإجابة سالبة. هنا إيه؟ مختلفين، طبعا 25 على 5 في على 5، الاتنين مختلفين يبقى بالسالب. مختلفين، سالب 20 على سالب 27 على 9 ب3 والإجابة سالبة. الاتنين سالبين، طالما الاتنين شبه بعض يبقى الإجابة موجبة. 32 على 4 يبقى بيساوي 8. يبقى ملاحظة، خارج قسمة عددين صحيحين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، أما إذا كانت إشارة مختلفة فهو عدد سالب. آخر حاجة، قسمة أي عدد على صفر غير ممكنة. ليه؟ لأن الاسم على صفر ليس لها معنى. ما ينفعش أقول 1 على صفر، ما ينفعش أقول 5 على صفر، سالب 7 على صفر، لا. لكن صفر على أي حاجة بصفر عادي. عشان كده قلت إيه؟ قسمة أي عدد على صفر غير ممكنة، مش موجود. طيب نبدأ نحل. أي من النواتج الجمع إشارته موجبة؟ طبعا دي أسئلة كتاب المدرسة. طيب هنا إيه؟
اشارته موجبه. هنا طب امتى اعرف اشارته موجبه؟ يا اما بجمع اتنين شبه بعض، يا اما بطرح والكبير موجب. طيب هنا ايه؟ مختلفين. هطرح الكبير ايه؟ سالب. لا. طيب هنا ايه؟ مختلفين. تمام. الكبير ايه؟ سالب. لا، لان هطرح والاشاره تبقى سالب. هنا ايه؟ هجمع والاشاره هتبقى ايه؟ سالبه، لان الاتنين سالبين. هنا ايه؟ هطرح 40 زائد ناقص 18، واحد موجب واحد سالب. حلو. الكبير موجب. ايوه، يبقى هو دي الاجابه. يبقى 40 زائد ناقص 18 هتبقى الاجابه موجبه. طيب اي من النواتج تكون سالبه؟ تمام. امتى تبقى الاجابه سالبه؟ في الضرب، لو الواحد موجب واحد سالب. اتنين سالبين. لا، واحد موجب واحد سالب، هو ده. خلاص من غير ما اكمل، لان سالب في سالب بموجب، صفر في اي حاجه بصفر، الصفر ولا موجب ولا سالب. طيب اللي بعده يا مستر، اي مما يلي يكافئ ناقص 5 ناقص ناقص. كلمه ناقص معناها ايه؟ شاطر. ناقص معناها زائد، يعني دي معناها ناقص 5 زائد 8. طيب ناقص 5 زائد 8 اللي هي 8 ناقص 5. خلي بالك. ليه يا مستر؟ ما هي 8 لو بدأت بالأول هقول 8 ناقص 5 هي. خلاص؟ حتى لو عجبت الإجابة 8 ناقص 5 ب3 والكبير موجب. 8 ناقص 5 ب3. 8 ناقص 5 ب3. طيب أي مما يلي يساوي سالب 5. صفر على سالب 5 لا دي بصفر. 1 على سالب 5 لا دي بسالب 1 على 5. سالب 25 على سالب 5 سالب على سالب شطار بموجب. لا، سالب 25 على 5 واحد سالب واحد موجب، يبقى هي دي الإجابة. يبقى الإجابة هتبقى سالب 25 تاني على 5 أهو. أي مما يلي يساوي سالب 5. صفر على سالب 5 ما ينفعش. 1 على سالب 5 يبقى بسالب 1 على 5. سالب على سالب بموجب. طيب سالب على موجب بسالب، يبقى هي دي الإجابة. طيب أوجد ناتج ما يأتي. أول حاجة 6 زائد ناقص 4. أسأل نفسي الإشارتين إيه؟ مختلفتين، يعني هطرح بإشارة الكبير. 6 ناقص 4 بكام؟ ب2. حلو. الكبير إشارته إيه؟ موجبة، عشان ال6 موجبة، يبقى خلاص خلص. اللي بعده سالب 4 سالب 5. الاتنين سالبين، يبقى أجمع 4 و5 9، والإشارة سالبة لأن الاتنين سالبين. طيب سالب 3 في 7. طيب أنا هنا هضرب. تمام. لما هضرب 3 في 7 بكام؟ ب21. ممتاز. طيب ال21 موجبة ولا سالبة؟ سالب في موجب بسالب، يبقى سالب 21. تمام يا بطل. اللي بعده 15 على سالب 3. طالما اسمه ومختلفين في الإشارة يبقى الإجابة سالب. 15 على 3 فيها ال5 يبقى سالب 5. طيب 7 زائد ناقص 7. أنا هنا هطرح 7 ناقص 7 بكام؟ بصفر. خلاص، لأن أي رقم زائد معكوسه الجمعي بيساوي صفر. طيب 18 ناقص 40. أنا هنا هطرح الكبير سالب، و40 ناقص 18 ب22. سالب 37 زائد 59. عادي ممكن نكتبها هنا اهو، سالب 37 زائد 59. انا كده هطرح والاشاره موجبه، يبقى الاجابه كام؟ 22. خلاص. طيب سالب 72 على سالب 9. سالب على سالب بموجب. 72 على 9 فيها ال 8. 9 ناقص معناها زائد، يعني 9 زائد 105. 105 زائد 9 بكام؟ شطار ما شاء الله، 114. طيب ايه اللي بعده؟ سالب 14 سالب سالب. سالب معناها موجب، يعني 24 ناقص 17. 24 ناقص 17 بكام؟ ب7. طيب والكبير ايه؟ الكبير بقى موجب، خلاص يبقى موجب 7.
65 سالب على سالب بموجب. طب 65 على 13 فيها الخمسة يبقى موجب 5. طيب 420 على سالب 420 على سالب 15 يبقى بكام؟ بسالب 28. موجب على سالب بسالب. إذا كان A بتساوي 15 و B بتساوي ناقص 5 أوجد 9 ناقص A. طبعا هنا القيمة المطلقة يبقى أنا هكتب جوه 9 ناقص 15. هي 9 ناقص 15 في الطبيعي بسالب 6 لأن الاتنين مختلفين في الإشارة، بس في قيمة مطلقة السالب 6 تطلع من جوه ب6. طيب إزاي يا مستر أعملها على الآلة الحاسبة؟ بص يا بطل، في عندك هنا زرار اسمه أبس اللي هو أبسوليوت. دايس عليه معناه كلمة أبسوليوت يعني قيمة مطلقة. أكتب جواه 9 ناقص 15 يساوي هتطلع ب6. طيب 3 ناقص بي بكام؟ بسالب 5 يبقى اكتب هنا 3 سالب 5 واقفل القيمة المطلقة. سالب بموجب 3 زائد 5 بكام؟ يبقى ب8. طيب A ناقص B 15 ناقص 5 يبقى اقول له 15 ناقص 5. 15 ناقص يعني زائد 15 زائد 5 يبقى الإجابة بتساوي 20. طيب 15 على بي. طب بي بكام؟ بسالب 5. أكتب قيمة مطلقة 15 على سالب 5. طيب 15 موجب على سالب بسالب، سالب 3 جوه القيمة المطلقة تطلع ب3 أهو. أدوس على أبسوليوت 15 على افتح قوس سالب 3 بتساوي الإجابة سوري على ال5 تطلع الإجابة ب3. B في A 15 طبعا جوه القيمة مطلقة في سالب 5. 15 في سالب 5 بسالب 75 تطلع من القيمة المطلقة ب75. طيب B ناقص A البي بكام؟ بسالب 5 ناقص افتح قوس سالب 15. بالراحة كده دي مش قيمة مطلقة. سالب بموجب معناها سالب 5 زائد 15. هما مختلفين يبقى هطرح 15 ناقص 5 ب10. الكبير إشارته إيه؟ موجب. طيب أوجد، ركز بقى في الحتة دي، استخدام خواص الجمع والضرب لإيجاد الناتج. السؤال ده سؤال امتحانات بيجيني هنا 3 أرقام. أول حاجة سالب 6 سالب 13 زائد 6. طيب أعمل إيه؟ لو لاحظت هنا يا بطل هلاقي إن هنا سالب 6 وهنا موجب 6. الاتنين إيه؟ معكوس ضربي. طب يبقى أول حاجة أعمل إيه؟ أبدل. يبقى أجي هنا أقول له سالب 6 زائد 6 زائد ناقص 13. الخاصية دي اسمها ايه؟ اسمها ابدال. خلاص؟ يبقى انا بدلت السالب 13 مع ايه؟ الستة. تاني حاجة احطهم في اقواس، اقول له سالب 6 زائد 6 زائد ناقص 13 واقول له ايه؟ الدمج. خلاص؟ لان انا اخدت الوقت الاقواس كانها كانت على التاني والتالت، حطيتها بقت على الاول والتاني، بقى اسمها الدمج. طيب سالب 6 زائد 6 بكام؟ بصفر. يبقى اقول له صفر زائد ناقص 13. ده ايه؟ قلنا عدده معكوس الجمعي، يكتب المعكوس الجمعي، لان اي عدد زائد معكوسه الجمعي بيساوي صفر. يبقى ده اسمه ايه؟ المعكوس الجمعي. طيب صفر زائد اي عدد بيساوي نفس العدد، ده اسمه ايه؟ يبقى اقول له هنا سالب 13 ونقول له المحايد الجمعي. ركز في السؤال ده عشان السؤال ده ناس كتير جدا بتجيب الاجابه على طول وخلاص وتريح دماغها. لا، ده سؤال مقالي يعني عاوز خطوات، يعني ما ينفعش اجيب له الاجابه. ممكن اكتبها على الاله سالب 6 زائد سالب 13 زائد 6 تطلع الاجابه بسالب 13 وخلاص، بس هديك نص الدرجه. ليه يا مستر؟ عشان ده سؤال مقالي مش اختيارات. لو السؤال ده اختيارات اقول لك اعمله بالاله عادي،
اما ده سؤال مقالي لازم بالايه؟ بالخطوات. اول حاجه هبدل السالب 6، هبدل ال6 مع السالب 13 يبقى اسمها ابدال. احط الاقواس هنا اشيلها واحطها تحت بقى اسمها دمج. خلاص؟ طيب اي عدد زائد معكوسه الجمعي بصفر يبقى اقول له صفر زائد ناقص 13 يبقى ده اسمه المعكوس الجمعي. اخر حاجه صفر زائد اي عدد بيساوي نفس العدد ده اسمه المحايد الجمعي. طيب تحت نفس الحوار، هنعمل اول حاجه نبدل نبدل، نقول له ناقص 4 في 25 في سالب 19 ونقول له الابدال وحطينا الاقواس هنا. نشيل الاقواس نبدلها، نقول له سالب 4 في 25 في سالب 19 نقول له الدمج، يبقى ابدال دمج. طيب سالب 4 في 25 بكام؟ سالب في موجب بسالب، 4 في 25 ب 100. خلاص؟ 100 في سالب 19، طبعا سالب في سالب بموجب. هنا مش هكتب حاجة، خلاص؟ يبقى سالب في سالب بموجب، ممكن نسميها انغلاق. يعني هنا نقول عليها انغلاق. لأن أي عدد في حاصل ضرب عددين صحيحين بيبقى منغلق. سالب في سالب بموجب نقول له 1900. يبقى عملت إبدال، عملت دمج، هنا دي تبقى انغلاق. طيب إيه اللي بعده؟ سالب 9 في 102. دي بقى هعملها إزاي؟ طيب دي هعملها اللي هي توزيع الضرب على الجمع. طب ليه؟ هقول لك ليه. ال 102 دي كام زائد كام؟ ركز في دي. ال 102 يا مستر 100 زائد 2. جميل. يبقى انا هاجي هقول له سالب 9 في افتح قوس 100 زائد 2. تمام؟ يبقى انا ال 102 فكتها. بعد كده اوزع بقى. يبقى دي سالب 9 في 100 زائد سالب 9 في 2، واقول له توزيع الجمع على الضرب او توزيع الضرب على الجمع. سالب 9 في 100 بسالب 900. طيب سالب 9 في 2 بسالب 18. الاتنين سالبين يعني نجمع 918 يعني 918 والإجابة بالسالب. طبعا لو قلت هنا اهو سالب 9 في 102 طلعت بسالب 918. يبقى أنا هحلها ازاي؟ بتوزيع الجمع على الضرب أو الضرب على الجمع. يبقى أنا هقول سالب 9 في 100 على زائد سالب 9 في 2. سالب 9 في 100 بسالب 900. سالب 9 في 2 بسالب 18. سالب 900 سالب 18 يبقى سالب 918. تاني سالب 9 في 100 زائد 2. هوزع يبقى سالب 9 في الأول زائد سالب 9 في التاني، يبقى سالب 900 والتاني سالب 18. الاتنين سالبين يا مستر، يعني اجمع بس الاشاره سالبه. 900 زائد 18 ب 918. وده كان اخر تمرين معانا النهارده. درس في منتهى الاهميه يا اولاد، ونحل بايدنا كتير. هو درس الحمد لله يعني مش صعب قوي، بس محتاج تركيز سنه صغيره عشان امتى اعرف الاشاره تبقى موجبه وامتى الاشاره تبقى سالبه وهكذا. اشوفكم على خير. لو اول مره تتفرج عليا ما تنساش تدعمني في القناه على الفيسبوك، الصفحه على الفيسبوك والقناه على اليوتيوب احمد عاطف ماث. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن لاصحابك، عشان في كتير جدا والله محتاج المعلومه دي، والدال على الخير كفاعله. اشوفكم على خير، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.